بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كيرلس وتماف إيرين. في عيد القيام المجيد داعية إسلامي سلفي اسمه كريم العقيلي يترك الإسلام ويعتنق الدين المسيحي، وتصريحات غريبة جدا من فضيلة شيخ الأزهر لكل مسلم غاف الغرابة ضربت المسلمين في عقيدتهم. فهل يا ترى كلامه هيفتح الباب لكل إنسان عايز يعتنق المسيحية بحرية، ولا الموضوع في كلام تاني؟ إخريستوس أنستي المسيح قام، أليسوس أنستي بالحقيقة قام. كل عام وحضراتكم بألف خير، تنعاد عليكم الأيام بالبركة والخير وراحة البال، حل كل المشاكل المستعصية آمين. من أجل المحبة وانتشار الخدمة رجاء محبة لايك وشير واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. بداية، رئيس الوزراء لدولة كبيرة زي مصر لما يعتبر إنه مرة عيد القيام المجيد هو عيد للتكدس ومرة يعتبره عيد العمال، يبقى الموضوع كبير ما يتعداش. لكن على الجانب الآخر في حاجة متغيرة خالص في شيخ الأزهر. صرح شيخ الأزهر بإنه عادي مش حرام إنه مسلم يعايد على مسيحي، ويا جماعي الموضوع لا يعنيني في أي شيء، عيدتوا ما عيدتوش مش فارقي، الموضوع مش واقف عليكم. ولكنه قال بشروط معينة، كأنه بيدي إيحاء يعني إنه هيعيد عليك بس هو مش ما يعيد، معرفش دي تتعمل إزاي. على الجانب الآخر تصريحه الأخير كان غاية في الغرابة، لأنه قال إن اللي يعتنق الديانة المسيحية من المسلمين ما يعتبرش كافر، وكمان قال إنه لا ينفذ فيه حد الردة، وأيضا المسلمة اللي تتجوز مسيحي عادي ما تكونش كافري، ولا ينفذ فيها أيضا حد الردة، وزواجه يكون صحيح 100%. أكد فضيلة الشيخ إنه لا يوجد في الإسلام كلام غير اللي هو قاله. فهنا بيتساءل كل شخص عقلاني سواء كان مسيحي أو مسلم، هل تصريحات فضيلة شيخ الأزهر بتفتح مجال لحرية الاعتقاد ولا هتقلب عليه الدنيا؟ وسؤالك ده ما بين السطور، تفتكروا إيه اللي خلي شيخ الأزهر يغير كلامه ويغير تفكيره بالشكل ده؟ وهل في الفترة القادمة هنلاقوا عابرين يطلعوا عادي يصرحوا بأنهم تركوا الإسلام ومحدش يتعرض لهم؟ دلوقتي هدخل بحضراتكم على اختبار الداعية الإسلامي السلفي اللي ترك الإسلام واعتنق المسيحية كريم العقيلي. وللتسهيل والتبسيط هحكي لكم اختباره على لساني. أنا كريم العقيلي، وعايزك تتخيلي معاي إن داعية سلفي وداعية من النوع المتشدد عاش عمره كله في الجامع أكتر ما عاش في البيت، وعاش مع الإخوة أكتر ما عاش في وسط عيلته يبقى جدي. فجأة لقيت نفسي بقول مش ربما نطلع غلط ويطلع الإسلام هو اللي مش على حق. أنا مصري ونشأت في أسرة سلفية متشددة، وسلفي يعني بنؤمن بالقرآن والسنة بمنهج سلف الأمة، دول أهم حاجة وهم المرجع الأساسي لنا. ووالدتي كانت وأنا صغير دايما تقول لي جملة عمري ما هنساها، لدرجة إنها كانت تركع وتصلي وتقول نفس الجملة في كل صلاة. كانت تقول لي نفسي يا ابني أشوفك يا إما قائد راجع منتصر يا إما شهيد. أمي كبرتني على الدعاء دي، لدرجة إن الحلم كبر جواي، وبقيت طول الوقت بتمنى تيجي اللحظة اللي أكون فيها قائد وأرجع من المعركة شهيد أو أرجع منتصر لو لي عمر. وبعد ما الأمريكان دخلوا العراق قررت إن ده الوقت المناسب للجهاد والاستشهاد في سبيل الله تعالى لوجهه الكريم، وعشان برضو أنول قرطين الجنة. وتواصلت مع الأشخاص المناسبة لذلك، وفعلا استنيت واستعديت لأي لحظة لمكالمة تليفون بالانطلاق وبتنفيذ الأمر، لحد ما حصل فعلا اللي أنا كنت مخطط له، وكنت في قمة سعادتي وأنا مقبل على الموت المحتم. ولكن اتفاجأت بأن التليفون بيقول لي أنا آسف، العملية كلها اتلغت من أساسي. المكالمة دي كانت أسوأ مكالمة عدت عليا في حياتي، وكنت أشعر شعور بشع بالرفض وعدم الاستحقاق، لأني حاولت أوهب نفسي ربنا وفي سبيل الجهاد لكنه رفضنا. وعشت فترة من الضيقة والاكتئاب والخنقة والعزلة، لحد ما قائد من القواد إياهم اتصل بي وقال لي ربنا اختارك للدعوة عشان تعيش، انت تعيش وألاف تموت. فكرة ان في ألاف هيموتوا بدالي عجبتني جدا ونغششت في دماغي، لدرجة انه اتبسطت خالص وحسيت ان هيكون لي مكانة كبيرة
جوه الجنة، لأن ربنا هياخدني أداة لتنفيذ أحكامه وشرائعه. وصرت كالنار في الهشيم، زي النار اللي انتشرت في زرع يابس. كنت مجهز بكل الأدوات، وكنت سايح على روحي، لدرجة إنه لو مسيحي تجرأ وسلم علي أدعو للإسلام. عملت برامج دعوية في التلفزيون كتيرة جو متعددة وأسمائها معروفة. وبرغم ده مشكلتي إنه عمري ما حسيت بالشبع وبالامتلاء، دايما كان عندي شعور بالنقص. وبرغم إن كل اللي حواليا كانوا بيقنعوني إن ده جهاد في سبيل الله، لكن عمري ما اقتنع. لكن كان كل اقتناعي إني لازم أجيب كل النصارى اللي مصيرهم نار جهنم وبئس المصير، واللي مش هيطلعوا منها أبدا إلا عن طريقي. وعرفت إن في حاجة على النت اسمها غرف دردش، يعني تنزل تتكلم مع حد وتتعرف عليه وتتحاور معاه. وعملت كده، وبالوسيلة دي دخلت 3 أشخاص للإسلام. وقتي ملان الغرور والذات والكبرياء والعظمة، لدرجة إني قلت إني هدعي بابا الكرازة المرقسي للإسلام، وأكيد أكيد 100% هقنعه بالإسلام وهخليه يترك النصراني. بس طبعا حد بالقامة داي مش هقدر أتكلم معاه كلمتين الهدش إياهم، لازم أدرس وأفهم كويس قوي عشان أعرف أحاوره. بدأت أدرس في مقارنة الأديان، وكمان أدور على مسلمين متخصصين في الدفاعيات الإسلامية، وبدأت أحضر لجديد، لدرجة إني بدأت أحضر في مراكز دعوي. بس الصراحة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ إنه بنسبة 80% أنا كنت بسمع كلام عن المسيحيين مش عن المسيحية نفسي. والمناظرات ما عجبتنيش، لدرجة إني بطلت أروح وبدأت أدور عن النت. أثناء ما أنا بتصفح نزل لي إعلان بعنوان هل تحب الله؟ فالصراحة الجملة شدتني، وقلت ده أنت مش هتلاقي حد في الكون في الوجود يحب ربنا قد ما أنا بحبه. ضغطت ودخلت على الإعلان عشان أشوف هم هيقولوا إيه، وإذا بي ألاقيه موقع مسيحي بيحكي ببساطة قصة الخلق من التكوين لمجيء السيد المسيح. أثناء كده بيعدي على محطات رئيسية وهي الأنبياء نوح إبراهيم يعقوب، فانبهرت ولقيت في الإنجيل تفاصيل شاهد عيان، تفاصيل دقيقة. فجأة كده فقت وبقول لنفسي الله، هو أنا إزاي كده عجبني موقع مسيحي؟ المفروض إن أنا مسلم، والمفروض إن الحاجات دي ما تعجبنيش. ولقيت نفسي لأول مرة في حياتي كسلفي أغلط في الإسلام، ورجعت نفسي إيه اللي يثبت إن الإسلام صحيح. ووصلت بالتفكير من التطرق لدرجة إني فكرت مين اللي قال إن الله موجود، فقررت في اللحظة دي إني أصير ملحد. تركت الإسلام لكني ما أعلنتش لأي حد الكلام دي، وعدت بمرحلة تناقض رهيبة، شيخ الصبح وفاسق بالليل. عملت كل حاجة غلط وعشت فترة ازدواجية، بس حاولت أكمل في موضوع الإلحاد دي ما عرفتش خالص، لأنه مش بيديني بدايل، هو بيقول لي لا ولا وخلاص من غير ما يفسر. في اللحظة دي حسيت إن من جواي نفسي أتكلم مع الله اللي أنا معرفهوش. كان عندي اشتياق إني أكلم الله الحقيقي وأعرفه، وفي نفس الوقت كان جوايا لخبطة جامدة. في اللحظة دي ركعت على ركبي وبكيت بدموع مرة وبصراخ، وقلت لربنا أنا تعبت يا رب ومش عارف أوصل لك، أنا قليل وصغير وحقير قوي يا رب عشان أوصل لك وأقدر أعرفك، أرجوك لو موجود وصل لي أنت، اعمل حاجة يا رب. وفعلا لما نمت شفت رؤية عظيمة، شفت نفسي بجري في طريق طويلة جدا، ووراي فروع شجر مليانة شوك بتجري وراي عايزة تموتني. ومن بعيد على مرمى البصر شفت شخص واقف مش عارفه هو مين، فصرخت فيه وقلت له أرجوك الحقني. أول ما رفع إيده ومدي كل حاجة حوالينا اتجمدت، وكأنه كله فقد قوة، وقرب مني وحط إيده على كتفي وشدني ليه وقال لي وهو بصص لي في عيوني عرفني. قلت له أنا ما أعرفكش. قال لي أنا يسوع المسيح الإله الحقيقي، وجاء وقتك المناسب عشان تمشي وراي. صحيت وأنا متفاجئ وبقول لا 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 مستحيل، أكيد أنا بهلوس، الكلام ده مستحيل يبقى حقيقة. تاني يوم لما نمت شفت الرؤية هي وقلت وأنا باصص للسماء وعناية كلها دموع لو أنت فعلا يسوع المسيح الإله الحقيقي اللي أنا قريت عنه في الموقع، الرؤية أشوفها بحذافيرها لثالث مرة.
فعلا لتالت مرة أشوف نفس الرؤية هي، لكن في كلمة تغيرت. قال لي شاكك ليا؟ مش أنا جاي لك وقتك جي عشان تتبعني وتمشي وراي. شفت كم حب وحنان طالع بيشاع منه يملى العالم ويقضي. ما تخيلتش ان الله بيسمع وبيستجيب بالشكل دي، بالرغم من اني انسان خاطئ عملت كل حاجة غلط. ولقيت روحي ببكي بحرقة وبطريقة غريبة جدا. انهارت من البكاء، بس ما اقدرش اقول لكم اني قمت من النوم مسيحي، لاني حسيت ان المسيح حاجة كبيرة قوي وانه غالبا هيكون الله. ما اعرفش ايه كم الشك واللخبطة اللي كانت جواي في الوقت دي. وفتحت الانجيل عشان اقرا انجيل متى، ولقيت روحي بخلصه كله. قلت اما اشوف روحي هقدر افتح القرآن، ربما يكون اللي انا فيه ده برضه غير حقيقي وهلاوس من الشيطان. لما مسكت القرآن عشان اقرا فيه حسيت اني اول مرة في حياتي امسكه، مش هو ده خالص اللي انا قريته زمان واللي انا حفظت اياته. بدأت اركز في حاجات ما كنتش الاول بشوفها وكنت اعمى عني. ازاي ممكن ربنا يقول الآية دي؟ ازاي انا ما فهمتش وما خدتش بالي من الآية دي؟ آية ان الله اشترى المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، سورة التوبة آية 111. وفكرت هل الله ممكن ياخد مقابل للجنة ومقابل للغفران؟ انت مقابل الجنة بيقول لك ألا إن السلعة الله غالية، الجنة مجرد سلعة. لكن لقيت في المقابل إن الله في المسيحية بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم فإن حملي خفيف ونيري هين. أنا بشكر ربنا إنه جابني من فم الأسد وخرجني من الظلمة للنور. ربنا طلعني من الظلمة للنور ومن الكذب للحقيقي. فرحان بإيمان المسيحي اللي بيحترم عقلي ومشاعري. الدين المسيحي تقدر تجد فيه من الأدلة اللي تخلي إيمانك منطقي معقول، يشبع روحك وقلبك ومشاعرك وأحاسيسك، لكنه بيحترم عقلك. بشكر يسوع له كل المجد والكرامة، لأنه اختارنا من خراف الضالة لخراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا لتكون رعية واحدة لراع واحد. مليون مبروك النعمة كريم العقيلي. ربنا يبارك حياتك ويبارك كل العابرين من الظلام للنور لنور المسيح. أيضا كل عام وحضراتكم بخير. خريستوس أنستي أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. ربنا يستجيب لكل طلباتكم اللي هتكتبوها على المنتدى وتحت الفيديو. أيضا خدوا بركة الكلمة والخدمة اللي هتوصلوها لآخرين. لايك وشير للفيديو واشترك لو لسه بتسمعني لأول مرة. من جوا قلبي، من جوا أعماق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه وما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين وفرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزاقكم، أمين يا رب.